هاي البنت هي ملكة جمال أمريكا. شنو مو مصدقني؟ تحسبني أكذب عليك؟ شوف بنفسك. هاي البنت فازت بلقب ملكة جمال ولاية ألاباما في أمريكا، وانتي خليكي على تمارين البطن والجيم والرجيم هذا، خليكي. طبعا البنات اللي مشاركين معاها كلهم من البنات اللي مهتمين برشاقتهم وصحتهم وشكلهم، يعني من الآخر جايين على حباية ونص. آخر شي كلهم خسروا. تخيلوا فجأة جتهم هاي أعطتهم كف رياليتي تشيك. كل هاي عنايتكم بنفسكم والرجيم والجيم ومدري شو، كل هذا راح على الفاضي لأن أنا اللي فزت. يعني هي من الآخر خليني أقول لكم الزبدة، إن إدارة المسابقة يا إنهم حسوا بالشفقة عليها وفوزوها، يا إنهم يعني بيثيرون جدل من الآخر، لأن اللي قاعد يصير مو طبيعي، مو منطقي. يعني اللي قاعد يصير حاليا في أمريكا أرض الحرية والتعبير وتقبل الجميع. ركزوا على هاي الكلمة، تقبل الجميع. موضوع تقبل الجميع، شنو سالفة تقبل الجميع هذا اللي صرعونا في أمريكا كل شوي؟ نحن نتقبل جميع الآراء والناس والأشكال والأحجام والمدري شنو. طبعا حاليا هم حجتهم إن هم بيقولون إن حتى لو أنت كنتي عندك سمنة مفرطة، يعني ركزوا لي على كلمة سمنة مفرطة، لأن هاي مو سمنة طبيعية، مو سمنة عادية أو شوي زيادة بالوزن أو كذا، مو طبيعي، يعني بشكل مو صحي. سمنة مفرطة من الممكن أنها تسبب الوفاة. كل الدكاترة والأطباء يتفقون على أن هذا الشيء غير صحي وغير طبيعي ولازم يتعالج. أكيد في له علاج، يعني كل شيء له علاج. إدارة البرنامج شنو حجتهم؟ إن أنت حتى لو عندك سمنة مفرطة، حتى لو أنت شنو إمكانك تشاركي بهاي المسابقات وبإمكانك توصلي لمواصيل وتسوي حياة، ويعني خلاص يعني ليش تغيري من نفسك؟ مو لازم تغيري من نفسك، خليكي نفس ما أنت. يعني حتى لو أنت عندك سمنة مفرطة، حتى لو شكلك مو طبيعي، حتى لو الدكاترة والأطباء بينصحوكي إنك تخففي من وزنك، لا أنت خليكي نفس ما أنت، خليكي نفس ما أنت، علشان نحن نتقبل الجميع. حرفيا قاعد يشجعوا الناس إنهم ما يغيروا من أنفسهم ولا يحاولوا حتى إنهم يطوروا نفسهم. لا، خليكم نفس ما أنتم. سمنة مفرطة سمنة مفرطة. تتوقعوا هاي البنت بعد ما فازت هل من الممكن إنها تفكر إنها تغير من نفسها؟ لا، مستحيل. حاليا هم أكدوا لها إن أنت لازم تكوني نفس ما أنت. حاليا هم كبروا راسها حرفيا. يقول لك إن أنا عندي سمنة مفرطة عادي، شنو يعني أنا وصلت لمواصيل. تدرون شيء اللي يضحك بالموضوع؟ اللي يضحك بالموضوع أكثر إنهم بيقولون إنهم تدرون ليش إحنا فوزناها علشان نثبت للناس إن مو دائما البنت لازم تكون يعني هي بمعايير جمال خاصة ومعينة عشان تكون جميلة. إحنا قاعد نحاول إن ندمر معايير الجمال الخاصة بالنساء اللي دائما تسجن النساء وتجبرها على إنها تشبه نفسها بهاي المعايير الغير طبيعية أو المجنونة. يعني معايير الجمال شنو؟ معايير الجمال إن البنت لازم تكون نحيفة جدا بشكل مو طبيعي. تكون شفتوا كيف السوبر موديلز هذول عندهم معايير الجمال حاليا بهذا العصر. البنت تكون نحيفة وبطنها مسطحة بشكل جدا يعني اسفلت، حرفيا تحس نفسك قاعد تمشي على اسفلت. لازم تكون طويلة، خشم صغير مرفوع. هاي المعايير الجمال جدا مجنونة، وكلام حلو منهم صراحة. مو لازم البنات دائما يكونوا يعني بالضبط يعني نفس هاي الصورة النمطية للبنت الجميلة، فكلام حلو جدا تمام. بس اللي ضحك بالموضوع انهم يقولون ان احنا بندمر معايير الجمال الغير منطقية هاي، صح ولا مو صح؟ طيب كان اخترتوا واحدة شكلها طبيعي يا اخي، كان اخترتوا واحدة مو نحيفة جدا نفس السوبر موديلز بس مو عندها سمنة مفرطة. يعني ليش ما تختاروا واحدة شكلها طبيعي، بنت طبيعية جدا، يعني نفسي أنا ونفسك أنت ونفس البنات اللي نشوفهم بالشارع ويوميا نشوف، يعني البنات الطبيعيات بالحياة الطبيعية. يعني لو تركزوا شوي بالبنات اللي مشاركين بهاي المسابقة، يعني مثلا هاي البنت ما هي نحيفة كثير يعني شكلها طبيعي، يعني ما تشبه السوبر موديلز، عادي نشوف منها بالحياة الطبيعية. ليش ما اختاروها مثلا؟ ليش ما اختاروا أو هذيك البنت مثلا؟ ليش لازم يختاروا البنت اللي عندها سمنة مفرطة؟ ليش ما يختاروا البنت اللي تمثل البنت الطبيعية اللي نشوفها بالحياة الطبيعية؟ إثارة جدل خلينا نقول، أو يمكن في أجندات وراء هذا الشيء، ما أدري بصراحة. يعني هذا الشيء أبدا يعني غير مو مفهوم أبدا. لحظة تحسب خلص الموضوع؟ لا يا حبيبي، بعد هالبداية. هذا الرجل هذا الرجل مو بنت ترى، هذا الرجل شارك بمسابقة ملكة جمال أمريكا للمراهقات وفاز فيها. سمعتوني صح، هذا رجل ومو بنت. رجل شارك بمسابقة ملكة جمال للفتيات للمراهقات البنات في أمريكا وفاز فيها. تخيل يعني فاز على كل البنات اللي موجودات هناك. مو طبيعي الموضوع. أنا صدعت من الصدمة، مو قادرة أستحمل. لا، ومو بس رجل عنده سمنة مفرطة بعد، يعني نفس الموضوع. ما أدري شنو مشكلتهم مع اللي عندهم سمنة مفرطة. يعني أوكي، اختاروا واحدة سمينة عادية، يعني خلينا نقول واحدة عندها زيادة بالوزن. لازم سمنة مفرطة وشكل إنه شيء غير صحي مو طبيعي. بس خلينا مركزين بسالفة هذا الرجل حرفيا وشكله لا يمت بصلة للبنات يعني ولا للمراهقات حتى. تخيلوا معي حاليا إحساس البنات اللي كانوا معاه، بنات اللي كانوا مشاركين بهاي المسابقة على أساس إنهم يفوزوا وفرحانات بنفسهم. آخر شيء إجا واحد رجال فاز عليهم.
والله هاي إهانة يا جماعة، إهانة حرفيا. شوفوا بالله فرق الحجم بس تقول شريك، مو طبيعي. على الأقل البنت الماضية كانت بنت أوكي عندها سمنة مفرطة بس بنت يعني، وحتى شكلها ترى حلو لو تلاحظون على ملامحها، بس بسبب السمنة المفرطة اللي عندها إياها تحسوا إن ملامحها ضاعت. يعني شوفوا كيف الموضوع مو بس يأثر على صحتك وعلى نفسيتك وعلى كل شيء، لا هو يأثر على ملامحك حرفيا. يعني ملامح البنت مو مبينة من الدهون. والله انرفع ضغطي يا جماعة، جيبولي دواء الضغط حاليا ولا بنفجر. باختصار اللي قاعد يصير بأمريكا حاليا إنها قاعد تدعم أي شيء صح غلط، مو يعني شيء غريب، لا إحنا بندعم. إحنا لازم نبين بصورة الدولة اللي تدعم الجميع وتتقبل الجميع، أو يمكن إن هذا الشيء يكون عند يعني أجندات إحنا خفية إحنا ما نعرفها، لأن أمريكا مو غبية عشان تدعم أي شيء. ممكن إن في رسالة أمريكا قاعد تحاول تصدرها، إن مثلا قاعد تحاول تغير المفاهيم، نفس ما غيرت مفاهيم الأنثى والذكر وخلت الأنثى ذكر والذكر أنثى على حسب كلامهم هم طبعا مو كلامنا إحنا. تحاول إنها تغير المفاهيم كليا. يعني البنت الجميلة يعني والله هم قدروا يختاروا بنت مثلا عندها زيادة بالوزن وشكلها حلو وملكة جمال وما حدا كان راح يتكلم، لأن فعلا الجمال ما ينحصر بوزن معين، إن البنت بس لازم تكون نحيفة عشان تكون جميلة. أكيد لا، في بنات كثير عندهم زيادة بالوزن بس ما شاء الله زي القمر، بس هاي مو زيادة عادية، هاي سمنة مفرطة يعني لدرجة إن ملامحها شوفوا مو مبينة. يعني أنتم مش رايكم بالموضوع؟ لحظة يا عزيزي المشاهد، وين رايح؟ سوي لي لايك. شنو بتشوف الفيديو كامل وما تسوي لي لايك؟ وين عايشين احنا؟ كأنك داخل سوبر ماركت بتاخذ أغراض بس ما بتدفع. وين عايشين احنا؟ ما ينفع يا عزيزي المشاهد. سوي لي لايك واشترك بالقناة علشان تدعمني وأصير أنزل فيديوهات أكثر. وبس خلص الفيديو، يلا باي.